ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هتكلم عن ازاي تبقى راجل، بس اللي هقوله دلوقتي كلام اعمق مما تتخيل. ممكن تكون انت اول مرة تسمع عنه. الصورة النمطية دايما عن الراجل هو الراجل اللي بيلبس اكسسوارات كتير زي سلاسل وساعات، بيسوق كده موتوسيكلات شبه موتوسيكلات العصابات، بيلبس جواكت بومبرد اللي هي الجواكت اللي لونها اسود، بيلبس هدوم لونها اسود، بيلبس هدوم شكلها خشن، بيلبس بوت، بينزل يتعرف على كل الناس اللي حواليه وبيبقى دمه خفيف، بيروح جيم وبيشيل 300 كيلو في البنش مثلا، بيتخن صوته ومستعد يبقى عنده أعداء وبيقعد يتخن صوته على الفاضي والمليان ويزعق ويتعصب كتير ويبقى واقف كده عدواني وبيكشر في الصور طول الوقت. أكيد نفسك تبقى زي لاعب كمال الأجسام أرنولد أو فان ديزل. دي صورة نمطية عن الرجولة جات لنا من أفلام هوليوود. أحب أقولك إن الصورة دي مزيفة مش حقيقية. أكيد أنت كنت داخل تشوف الفيديو ده علشان أنت نفسك توصل للصورة النمطية عن الرجولة، أو عن النسخة بتاعت الراجل اللي أنت شايفها دي، أو اللي أنت دايما بتشوفها في الأفلام، ومتوقع إن أنا هقولك على طرق إزاي توصل للنسخة دي أو للصورة دي أو للصورة النمطية دي. اكيد متوقع ان انا هقولك ازاي تبقى راجل الفا. اللي عايز اصدمك بيه هو انك تشوف الصفات الانثوية اللي جواك، اللي انت عمال تنكر فيها وتقول انها مش موجودة، خصوصا لو انت منجذب للصورة النمطية دي او بتتصرف للصورة النمطية دي، ويمكن كنت عمال تنكر فيها من يوم ما اتولدت حتى. شوف الصفات الانثوية اللي عندك، زي مثلا خليك لطيف، خليك طيب، عيط، العب زي الاطفال، واعمل الحاجات دي بقى قدام البنات وشوف بقى البنات هتنجذب ليك ازاي. وهو ده التحدي هنا، انك يبقى عندك الجرأة انك تعمل حاجات بناتي قدام البنات. انت هتتصدم ان البنات هتنجذب ليك لما تتصرف بالصفات الأنثوية دي او بالسلوكيات الأنثوية دي بمعنى اصح. لو انت من جواك فعلا حابب الراجل الخشن، نسخة الراجل الخشن دي تمام، بس انا احب اقولك ان اغلب الشباب مش كده. والفيديو ده هيبقى مفيد ليك لانه برضه هيخليك تكتشف الصفات الانثوية اللي جواك او السلوكيات الانثوية اللي جواك، اللي انت كنت برضه عمال تنكر فيها وتقول انها مش موجودة اصلا. اعمل حاجة بناتي وجرب مثلا تروح كلاس يوجا مثلا. اكيد في فترة من فترات حياتك كنت عامل ان انت راجل خشن وبتقعد تشوف واحدة انت معجب بيها وتلاقيها بتعجب بواحد كده شكله طري كده وبيتصرف بطريقة انثوية، وتقعد تقول يا ازاي دي تنجذب للراجل ده، ازاي تنجذب للشخص الناعم ده وانا لأ، ده انا الراجل اللي اكيد كل البنات بتتمناه، انا الراجل الالفا اللي مفيش زيه. ليه بقى أعجبت بالشخص اللي بيتصرف بطريقة أنثوية ده؟ لأنه نفسه بكل جراءة وبكل شجاعة بيعمل اللي هو عايزه، بيخلي الحاجة تبان فعلا رجولية. زي ما قلتلك قبل كده، انت اللي تقدر تخلي الحاجة تبان رجولية، مش تخلي الحاجة هي اللي تعرفك، هي اللي تخلي شكلك رجولي وخشن. لا، انت ايا كان اللي انت بتعمله، سواء بتروح كلاس يوجا، سواء بتغني، سواء بترسم، سواء انت لطيف وطيب، انت اللي بتخلي الحاجة تبان فعلا انها رجولية، حاجة قوية كده. مش بتستنى الحاجة هي اللي تعرفك، مش اللبس او كتر الاكسسوارات هو اللي هيخليك شكلك خشن وراجل. اتصالح مع نفسك وحب صفاتك الأنثوية وصفاتك الرجولية. ما تفضلش بس رايح ناحية الراجل الخشن، انت كده مش متصالح مع نفسك. لما بتروح لنسخة الراجل الخشن بيبقى باين قوي ان انت جواك نقص وبتحاول تخبيه، بيبقى باين قوي ان انت بتحاول يعني تبذل جهد شديد علشان تبقى راجل. اكيد بتسأل دلوقتي ازاي لما اجي اتكلم مع بنت يبقى شكلي واثق في نفسي ورجولي وما يبقاش جوايا اي تعلق ناحيتها، انا خايف للتعلق يبان فشكلي يبان ان انا مش راجل. احب اقولك ان التعلق ده ناتج عن ان انت مش فاهم نفسك كويس، على ان في نقص جواك وحاجات انت بتحاول تخبيها. اتصالح معاه، ما تحاولش تكبته، لانك لو حاولت تكبت التعلق الموضوع هيبقى اسوأ واسوأ. ولو عادي، ولو ظهر عادي تمام مفيش مشكلة، عادي انك تخسر اي بنت
بتيجي تكلمها عادي جدا، ده طبيعي ووارد جدا. انك تخسر بنات ده جزء من اللعبة، مفيش اي مشكلة. مع الوقت والتدريب وانك تعالج فعلا النقص والحاجات اللي انت كنت بتحاول تكبتها جواك، الموضوع هيبقى احسن واحسن معاك. الغريبة ان رئيس الوزراء الايطالي وهو اسمه سيلفيو كان بيحب يطلع في مناسبات كتير وهو لابس مريالة الطبخ، ولا كان بيهمه اي حاجة، بيعمل اللي هو عايزه، مش مستني ان الحاجة تخلي شكله راجل، لا، كان بيطلع بمنتهى الثقة وبيعمل اللي هو عايزه، رغم ان الطبخ ده حاجة بناتي، او الناس يعني بمعنى اصح شايفاه ان هو حاجة بناتي، لكن لا، كان بيعمل برضو اللي هو عايزه. عايزك تراقب نفسك، لو انت لطيف او بتعيط وحاسس ان ده بيخليك باين مش راجل، يبقى انت كده هنا عندك مشكلة. لازم تعمل الحاجات دي لحد ما تحس كده من جواك بقت حاجة عادية بالنسبة لك. لو بتقول لخطيبتك او مراتك او ايا كان اسف مش هقدر اروح كلاس اليوجا معاك لان ده بيخليني ابان مش راجل، يبقى هنا في مشكلة. اهم حاجة زي ما قلت التوازن، خليك متوازن، لا تروح ناحية الراجل الخشن قوي ولا انك تبقى ناعم قوي، خليك في النص، خليك في الوسط، ادمج السلوكيات الأنوثة وسلوكيات الرجولة مع بعض. خليك نفسك زي ما قلتلك قبل كده، وهي دي الرجولة الحقيقية، هي دي الجراءة، هي دي الشجاعة. كل ما بتحاول تبان انك راجل خشن، كل ده ما بيبين قد إيه انت ما عندكش ثقة في نفسك. لما تطبق اللي في الفيديو ده هيكون عندك سلام نفسي اكتر، وهتشد بنات ليك اكتر، وهتتفاجئ. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.